بكل خير، واهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في اولى مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب هنا من استاد خليفة الدولي. اللقاء الأول في الدور ربع النهائي الذي يجمع الشقيقين المنتخب السوري بالمنتخب المغربي. مباراة كبيرة منتظرة هنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان في استاد خليفة الدولي. أولى مباريات الدور ربع النهائي في انتظار طبعا بقية المباريات في هذه الليلة. منتخب السعودي يلتقي بمنتخب فلسطين، ثم أيضا يوم الغد لقاء يجمع المنتخب الأردني بالمنتخب العراقي، ثم أيضا آخر المباريات بين منتخب الإمارات والجزائر. كل التوفيق للمنتخبين في انتظار أكيد أن نشاهد مباراة ممتعة مثيرة هنا ما بين المنتخبين الشقيقين. المنتخب السوري الذي جاء طبعا ثانيا على مستوى مجموعة بعد بداية كانت رائعة بالنسبة للمنتخب السوري، الفوز على المنتخب التونسي بهدف عمر خريبين، ثم بعد ذلك التعادل من أمام المنتخب القطري، ثم تعادل أخير من أمام منتخب فلسطين. 5 نقاط وضعت المنتخب السوري في المركز الثاني، بينما منتخب المغرب بانتصارين ببداية قوية من أمام منتخب جزر القمر، ثم التعادل من أمام عمان. والعرضية خطيرة داخل المنطقة بالراس، ما زالت تسديدة. الله على التهديد الأول، الإنذار الأول من الأسود في اللقطة الماضية على واحد. جميلة هذه، خطيرة، كرة عرضية تأتي ولكن التاكلينج ممتاز، تغطية رائعة جدا. يصل صلخدي في الوقت من تجاوز المليون مشجع في البطولة. كرة فيها تسديدة لكن تسرع فيها محمود المواس، كرة مرت تحولت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. هنا تلعب طويلة عالية للأمام، لكن أيضا هنالك تنتظر بداية وافتتاح الكان أمام في الجهة اليسرى لمصلحة محمود المواس، لكن أيضا المواس الآن ينفذ الكرة الثابتة، عرضية خطيرة داخل المنطقة. العرضية تأتي ولكن أيضا راسيون للبداية القوية. الكرة من الجهة اليمنى ترسل عرضية، ولكن الكرة بعد ذلك فيها تغطية من جانب الدفاع، مرت أبو القسود. بعد ذلك كرة عرضية خطيرة داخل المنطقة بالراس. الله يا الله على كرة في منتهى الخطورة، يا الله على تصدي، يا الله على التألق من جانب هدايا. شالوا حولها إلى خارج الملعب. تشعر وكأنه إعصار مغربي، تشعر وكأنها عاصفة، وكأنها عاصفة مغربية هبت، عاصفة بكرة عرضية تأتي. هذه محاولة فيها تسديد بالعبالات طويلة عالية للأمام، لكنها أيضا تتخلص من كرة واصلة. طنان بكرة عرضية خطيرة إلى عن طريق بولكسوت، عرضية داخل المنطقة خطيرة ما زالت، ولكنها تبعد على طول من جانب الدفاع. يا له من ضغط ويا لها من رغبة ويا لها من رغبة مغربية لا تتوقف هنا في هذه الدقائق 16 الأولى من شوط المباراة الأول. سلامة إن شاء الله. يتعرض لإصابة هنا إلياس هداية، هذا هو إلياس هداية. 20 هنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان. كرة ملعوبة الآن طويلة، المنتخب السوري فيها محاولة، لكن أيضا تغطية من جانب سعدان على طول يتدخل. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة لمصلحة بركاوي. كريم باتجاه بولكسود، لا توجد ركلة جزاء. تدخل عادي، تدخل طبيعي كما يقول السيد كريستيان جاراي. والفرحة هناك تجاه محمود المواس. الآن الكرة العرضية هذه خطيرة، لكنها زحزوح في كل مكان، زحزوح في كل مكان. هل تعلن عن الوصول؟ هذه كرة عرضية خطيرة بالرأس ولا قائمة هنا من اليسار، عرضية خطيرة بالرأس، بعد ذلك فيها مرور جميل، فيها عرضية رائعة من المواس ممتازة من اليسار، خطيرة للنصور. بولكسوت بلمسة من اليمين، هنا الاختراق، هنا الكرة المغربي. الكرة ترجع مرة أخرى هنا، ينطلق من اليمين، يحاول فيها بولكسوت. هذا كريم في انتظار الضربة، الزارو باتجاه كريم. الله 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 يا كريم. بركاوي أراد أن يسجل الهدف الأجمل في البطولة، أراد أن يسجل الهدف الأجمل في البطولة بهذه الطريقة. يا سلام يا سلام يا كريم، لكنها مرت إلى خارج الملعب. الثانية تلعب الآن عرضية خطيرة بالرأس. الله، مرت 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 في منتهى الخطورة. الكرة الماضية خطيرة جدا،
اعتماد على الكرات الثابتة. الزحزوح كرة واصلة هنا من اليمين، عرضية للمغربي، هذه عرضية خطيرة. الله على هذا الكنترول يا أمين يا أمين، ما الذي تفعل يا أمين في الجهة اليسرى أمين، لكن أيضا التغطية موجودة، التغطية موجودة. 1 على 1 ممكن يمر مساوي، والعرضية خطيرة هنا أمين. 1 على 1 أمين بكرة العرضية. زحزوح كريم، عرضية خطيرة داخل المنطقة. زحزوح للمنتخب السوري، إنه محمود يتقدم يصوب يضرب، ولكنها إلى المهدي بن عبيد. مهدي بن عبيد في الجهة اليمنى الآن، كرة واصلة، رحمات مشاها طنان قوية. الله على كرة وصلت على مرتين بالتالي. هل يأتي الحل الآن يا أسامة؟ يا أسامة عميل في أقصى اليسار، هذه المحاولة المساوي على هذه اللمسة خطيرة للمنتخب السوري، بعد ذلك قوية اتجاه من زحزوح. أمين لا يمر، ترجع وصلت إلى زارو، تأتي على طول من أمامه، مرتدات. هذه كرة من سعدان في اليسار الآن، عرض ما زالت مغربية. الله يا كريم يا كريم يا كريم، وينها بعيدة يا كريم، مرت يا بركاوي. الدقائق القادمة منتظر أكيد يعني. كرة ثابتة الآن، تلعب عرضية خطيرة، ضربة قد تأتي الآن، بونكسود قوية، ولكن الدفاع يتدخل والكرة تعدي إلى خارج الملعب، مرت إلى خارج الملعب. هذا من اليسار، ما زالت العرضية تأتي بالراس من مكان بعيد، لكنها تلعب عرضية من الجهة اليمنى. كرة ملعوبة عرضية إلى المنطقة، هذه خطيرة داخل المنطقة. كريم البركاوي يتقدم، كريم هدف. ينتظرون تألقه لمعانا بروزة من المحاولة. 1 على 2 توغل، عرضية خطيرة مستحيلة يا مغرب، مستحيلة للأسود. ضاعت الكرة الماضية، قوية كانت، ولكن المباراة فيها محاولة وكرة جميلة. الله يا الله يا الله يا أسامة، طنان كاد أن يسجل لولا العملاق، لولا إلياس، لولا هذا التصدي. يا له من ردة فعل، يا له من عملاق، يا له من إلياس في اللقطة الماضية، على طول شالها وحولها. ما زالت المحاولة إلى طنان، العرضية كرة بتتعلى، وين الرأسية؟ يا هدايا العملاق ليس لديه المرمى. كرة مغربية، تسديدة، الله المغربي يأتي عن طريق وليد زارو. سير ديما مغرب، وبعد صمود يكسرون الصمود ويصلون إلى مرمى المنتخب السوري. شوف الكرة الماضية، لاحظ التسديدة، صدها إلياس، لكن المتابعة من وليد زارو يأتي بها للمنتخب المغربي.